اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج الفوركس مع بشير. الذهب حديث الساعه في مصر. كل الناس بتتكلم عن الذهب، تروح في الاسواق يقول لك الذهب عيار 24 وصل كذا. في بعض البرامج حتى مش مهتمه بالاقتصاد تيجي تقول لك الذهب وصل قد كده، وصل 2000 وبدا ينزل وبدا يطلع. النهارده جايب لكم فجاه، هقول لكم السعر الحقيقي للذهب عيار 24 حسب البورصه العالميه. هنحسبها ازاي؟ هو السعر كام البورصه العالميه دلوقتي؟ اهو ده السعر لايف. السعر حاليا عند 1793 دولار. لما اتكلم السعر العالمي هو أنصة الدهب بتساوي كام؟ 31 جرام و10 عيار 24. يبقى السعر كام دلوقتي؟ 1793. طيب نحسبها ازاي؟ هنجيب 1793 على 31 جرام و10 عيار 24، هيديك السعر بالظبط الجرام. سعر البنك كام؟ سعر الدولار في مصر حاليا كام؟ حوالي 24 جنيه و23 و62 او 63. فيها معناه حوالي سعر الجرام في مصر عيار 24 حسب البورصة العالمية حوالي 1422 جنيه تقريبا. في بعض التجار بيحاول مثلا يزود حاجة صغيرة مثلا 50 60 جنيه. فيها معناه تقريبا المفروض سعر الجرام في مصر 24 حوالي 1600 جنيه تقريبا. ولكن ليه بقى بدأ يتواصل، ممكن بدأ يوصل في بعض الأحيان الفترة اللي فاتت إلى 2000 دولار و 2000 جنيه، وبدأ ينزل 1900 جنيه، بدأ يوصل 1800 ويطلع وينزل. الناس مش عارفة إيه القصة. القصة إن في بعض التجار بيحاول يعلي سعر الدولار في مصر. يعني سعر الدولار في كام في البنك؟ 24 حاليا و62 و 63. هو بقى بيضربه براحته، ممكن يخليه ب 28، ممكن يخليه ب 30. عشان كده لما تخطى الذهب عيار 24 لازم نطلع ونقول ان سعر الذهب الحقيقي حسب البورصة العالمية المفروض ما يوصلش ل 1600 جنيه بالظبط حسب السعر العالمي. قلنا بعض التجار بيغلي، لكن في ناس ملتزمة. لكن احنا اللي شفناه بدأ ينتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي والفيسبوك. خلي بالكم اشتروا ذهب، اعملوا ذهب. المفاجأة ايه بقى؟ ان سعر الذهب عالميا منخفض. تاني، سعر الذهب عالميا منخفض. ان في ناس بتقول ايه؟ ان السعر جه في مصر ده سعر تاريخي. لا، الفاصل بينه وبينك ايه؟ البورصة العالمية اهي. السعر العالمي يمكن اعلى سعر طلع في البورصة هو ده 2074 دولار. ده كان امتى؟ كان في شهر 8 2020، وارتفع تاني، نزل بعد كده ارتفع تاني في شهر 3 اللي فات في عز أزمة حرب روسيا وأوكرانيا. وصل لكام؟ 2070 دولار. يبقى السعر العالمي للذهب هو 2070 دولار. دلوقتي الذهب الفترة دي يمكن من 3/11 لحد دلوقتي الذهب تحسن. وصل كان عند 1616 دولار إلى اللي احنا فيه دلوقتي. إلى كام دلوقتي؟ 1793. يعني حاليا 1793 ده السعر العالمي. هو اصلا كان مرتفع عند كام؟ 2070 او 74. اذا الدولار عالمي، الذهب عالميا منخفض. بل بالعكس، انا كنت جايب مؤشر الدولار ومؤشر الذهب. الذهب في منطقه عرضيه، لكن اللي بيحصل في مصر والارتفاع الكبير ده لازم نطلع ونقول ان في بعض التجار بتضرب سعر الدولار بسعر كبير جدا 24 او 30 حسب ما بيضرب. ولكن حاليا المفروض تقريبا سعر الذهب على 24 حوالي كام؟ لا يتعدى 1600 جنيه حسب السعر العالمي. هنشوف بقى توقعاتنا ايه. يمكن احنا ما جينا قلنا الفتره اللي فاتت، يمكن قلنا المقترح ده كذا مره، لما قلنا عشان عدم وجود تلاعب او الناس مش عارفه، في ناس كتير جدا ما تعرفش تحسب القصه دي. ولكن يمكن انا عملت مقترح بقوله يمكن كذا مره، قلته يمكن لو اتباع سبائك الذهب، سبائك في ناس تحتها متخط عن طريق البنك، هيبقى الناس عارفه ان سعر الجرام بكام في البنك. بناء عليه بقى ممكن تشتري من تاجر بره، ما تشتريش، تبقى حسب راحتها. هنيجي بقى نشوف توقعاتنا ايه في الذهب. لازم نعرف الذهب راح فين الاسبوع ده. الذهب عند كام؟ الذهب حاليا 1793. اعلى سعر وصل للذهب 1824 الاسبوع ده، وطبعا اقل سعر 1773. مع العلم كان في خبر الفيدرالي من الاربع اللي فات والناس اتكلمت والذهب هينطلق والذهب هيزيد والذهب والاسعار، ولكن الفيدرالي المفاجأة ما هو إلا حركة عشوائية في السوق. لما الذهب أثناء خبر الفيدرالي الساعة 9 بتوقيت القاهرة الذهب نزل،
في نفس الوقت بعديها بساعة الدهب طلع. يبقى زي ما احنا بنقول في البرنامج، الأخبار بالذات خبر الفيدرالي ما هو إلا حركة عشوائية في السوق، ممكن ينزل ممكن يطلع، ولكن اتجاه السعر إيه؟ الدهب حاليا في منطقة عرضية، الدهب لسه مرتفع تاريخيا ولا حاجة، الدهب حاليا منخفض عالميا، لسه ما وصلش الرقم بتاعه. يبقى توقعاتنا ايه بقى للذهب الاسبوع ده؟ عندنا النقط ده مهم جدا، او السعر ده مهم جدا، 1800 دولار. طول ما الذهب تحت 1800 دولار لسه في منطقه انخفاض. امتى نتكلم بقى عن الذهب؟ نقول الذهب يبدا يواصل ارتفاعه او تحسنه عند 1830 دولار. يبقى الذهب لو صعد فوق 1830 دولار هنتوقع ارتفاع الذهب ممكن يوصل لمستويات 1840 و 1850 دولار. انخفاض الذهب تحت كام؟ طول ما الذهب تحت 1800، طول ما الذهب تحت 1800 الذهب منخفض، ممكن يوصل مستويات 1790 و 1780 كمان. ولكن بنطمن الناس، الذهب العالمي هو لسه منخفض مش مرتفع زي ما احنا متوقعين. ده بالنسبة لتحليل الذهب. لو جينا شفنا مؤشر الدولار، انا يمكن عامل مؤشر الدولار ومؤشر الذهب. الدولار المفاجأة، الدولار خلال ال3 شهور بدأ ينخفض تاني. الدولار مقابل الثلاث شهور فاتوا بدأ ينخفض. امام اليورو اتحسن الاسبوع ده، يمكن لما اليورو نزل ل 95 سنت اليورو اتحسن. امام منطقة حتى الين بدأ يتحسن. اذا خلي بالكم ان الدولار بدأ ينخفض امام سلة بعض العملات، حتى امام الذهب كمان. ده بالنسبة للتحليل بتاعنا عن تحليل الذهب، وعرفنا سعر الذهب الحقيقي في مصر كام، وبنتكلم كمان جبنا المؤشرات، الواقع المؤشرات اهو، ادي الدولار وادي الذهب. الدولار يمكن الدولار بدأ ينخفض، قلنا قدام كذا حاجة، يمكن هو بدأ يعني يهتز الفترة اللي فاتت. منطقة اليورو لا، منطقة اليورو اتحسنت بعد ما وصل ل 95 سنت. يمكن اليورو مقابل الدولار وصل ل 95 سنت، بدأ يتحسن الأسبوع ده، وصل يمكن دولار ل7 سنت. وقدام الين لما كان وصل الدولار ين وصل يمكن 151 ين، دلوقتي اتحسن وصل يمكن 131، بدأ يتحسن. إذا النقطة المهمة مؤشر الدولار خلال ال3 شهور اللي فاتوا في مرحلة انخفاض. وبالنسبة طبعا للذهب، الذهب ماشي عرض المنطقة دي، واللي بيحصل في مصر طبعا ده نتيجة بعض الناس بيعلوا سعر الذهب. كنا ألقيت نظرة كويسة عن سعر الذهب، وهنبدأ النهاردة بقى هنبدأ نتكلم عن البورصة المصرية، وهنبدأ نتكلم عن خبر الفيدرالي. وما ننساش النهاردة نعمل فقرة كبيرة جدا عن الرد عن أسئلة المشاهدين. نطلع فاصل، وبعد الفاصل ناخد مداخلات.